ليه بنصوم رمضان بجد؟ انا مش شيخه او مفتيه، بس برضه هتكلم عن الدين عشان ده حقي، وعلشان انا مش مؤمنه بفصل الدين عن كل حاجه، عشان الدين هو كل حاجه، وكفايه ان كل حاجه درسها في الكوتشنج موجود ليها اساس في الاديان السماويه. اليوم الحقيقي مش حرمان ولا محصور في فكره عشان نحس بغيرنا، يوم اعاده ترتيب لحياتك واولوياتك، لان طول السنه بتجري، طاقتك متقسمه ومتشتته بين اكل، طلبات، قرارات، سوشيال، وزحمه وقلق كتير، زي الموبايل اللي فاتح 25 او 30 ابلكيشن على الاقل في نفس الوقت. رمضان وصيامه هنا عشان تقفلي كل الابلكيشن اللي ملهاش لازمه حقيقي، عشان روتين الحياه السريع وجري ده يهدى والقلق يروح، الاكل يقل، زحمه تقل، الجسم يهدى والقلب يرجع يحس، وروحك لما تتكلم صوتها يتسمع. الجوع مش هو الهدف كل حاجه تطفي وتهدى عشان يرجع صوتك الداخلي يتسمع من تاني، اللي بيوجهك، اللي بيفكرك بدورك ورسالتك هنا على الارض. لما بتصومي صح تفكيرك يهدى وعصبيتك بتقل، وحاجات كانت مسيطره عليكي مش واخده بالك منها بتضعف وتاثيرها بيقل، مش عشان فجاه بقيتي اقوى، لان الطاقه بقت رايحه للقلب، للروح، مش للشهوات والرغبات والزحمه اللي حشروها لك في حياتك وبقى جزء اساسي منها. الصيام مش منع، الصيام تحرير للرغبات، للشهوات، تحرير ليكي من سيستم اتعمل بس عشان يلهيكي، عشان تاني ترجعي تركزي في الباقيات الصالحات، وتركزي من تاني في عباداتك باستمتاع، بهدوء وسلام وخشوع. فلو عايزه تعيشي حقيقي رمضان مختلف، صومي صح واقفلي الحاجات اللي ملهاش لازمه، وقربي اكتر. فكري الايه اللي بتقولك كلا لا تطع واسجد واقترب. وكل سنه وكلنا طيبين، وما تنسيش تتابعي عشان هنا كلام الجريء اللي مش هيتقالك في اي حته، عشان بنبني سوا الشخصيه اللي قادره تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليك بس. خلاص.